الحزن حقيقته أنه عكس الفرح، وهو حالة من الكآبة والضيق عن أمر ماض، حالة من الكآبة والضيق تعتري الإنسان بسبب أمر ماض. أما إذا كانت بسبب أمر مستقبل فماذا يسمى؟ لا، ليس الغم، الهم، يسمى الهم. وإذا كان عن أمر حاضر يسمى، عن أمر قائم حاضر يسمى الغم. فعندنا الآن ثلاثة مصطلحات: الهم والغم والحزن. الحزن عن أمر ماض، الهم عن أمر مستقبل، الغم عن أمر حاضر. وهذه الأمور الثلاثة وردت في حديث أبي سعيد: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكه إلا كفر الله بها من خطاياه. فوردت هذه الأمور الثلاثة كلها في حديث أبي سعيد، وهذا يدل على اختلاف معانيها. فإذا الحزن عن أمر ماض، الهم عن أمر مستقبل، الغم عن أمر حاضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من الهم والحزن، بل كان يكثر من ذلك، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع الدين، وفي لفظ غلبة الدين، وقهر الرجال. فاستعاذ بالله من هذه الأمور الثمانية، لأن المكروه الوارد على القلب إن كان عن أمر المستقبل أحدث الهم، وإن كان عن أمر ماض أحدث الحزن. وعدم فعل الإنسان الخير إن كان لعدم قدرته فهذا هو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهذا هو الكسل. وعدم نفع الإنسان للآخرين إن كان بماله فهذا هو البخل، وإن كان ببدنه فهذا هو الجبن. واستيلاء الآخرين على مال الإنسان إن كان بحق فهذا هو غلبة الدين، وإن كان بغير حق فهذا هو قهر الرجال. فانظر كيف أن هذا الدعاء يجمع هذه الأمور الثمانية، ولهذا ينبغي أن يكثر المسلم منه، بل ينبغي أن يجعل مع الأدعية التي يقولها في الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال.